وصفتي النهاردة وهي الهاني كيك أو كيكة العسل الروسية. عايزة أقول لكم إنها سهلة وبسيطة وطعمها حكاية. منظرها الصراحة يخض، لكن عايزة أقول لكم بجد سهلة جدا، وطعمها مختلف تماما عن أي كيكة انتوا دقتوها. هي عبارة عن طبقات من البسكوت محشية بحشوة خطيرة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا دقيق وثلاث بيضات وعسل نحل وكوباية من السكر وزبدة، وكمان معانا بيكربونات الصوديوم، وفي أول كومنت هكتب لكم المقادير بالظبط. ومعانا ورقتين من الفانيليا. في حلة كده على النار هناخد الزبدة وهسيبها كده على نار هادية لغاية ما تسيح، وأول ما تسيح هننزل على طول بالسكر وبالعسل علشان نكرملهم مع بعض. هقلب السكر مع العسل مع الزبدة كويس لغاية ما يدوبوا مع بعض كده، وبعد كده هسيبهم على نار هادية لغاية ما يوصلوا لدرجة الغليان. أول ما بيوصلوا لمرحلة الغليان دي كده على طول بننزل بكربونات الصوديوم أو بيكنج صودا. بعد كده بنبدأ نقلب، وهنا بقى بيحصل فوران، علشان كده لازم الخطوة دي نعملها في حلة غويطة علشان الفوران ده ما يطلعش علينا أو على ايدينا يعني. بنفضل نقلب كده تقليب مستمر على نار هادية لغاية ما الخليط ده لونه يتغير ويبدأ يبقى لونه غامق. شايفين هنا درجة اللون بتتغير كل شوية مع التقليب المستمر. واول ما بنوصل للدرجة الغامقة دي، مش عايزينه يغمق خالص يعني، اول ما يوصل للدرجة اللي انتوا شايفينها دي على طول بنطفي النار وبنرفعه على طول من على البوتاجاز، وافضل اقلب في الخليط ده لغاية ما يبقى كده دافي معايا علشان هننزل بالبيض، فمينفعش الخليط ده يبقى سخن معانا. وشايفين قوامه ازاي تقيل، هو ده القوام المظبوط. هنا بقى معانا الثلاث بيضات هننزل عليهم بالفانيليا ونضربهم مع بعض كده ونقلبهم. بعد كده هاخد البيض وانزل بيه على السكر اللي كرملناه، بس بننزل بخليط البيض حبة بحبة، بننزل بأول جزء وافضل اقلب كده لغاية ما الخليط ده يختفي تماما، وننزل بباقي البيض. يعني انا نزلت بالبيض على 3 مراحل. بعد ما قلبت البيض مع السكر شفتوا لونه بقى ازاي غامق. هنا بقى هنجيب الدقيق وننزل عليهم بذرة من الملح، ونقلب الدقيق مع الملح. ويلا بينا هننزل بالدقيق على الخليط اللي معانا، بس بننزل بالدقيق حبة بحبة ونبدأ نعجن، علشان طبعا زي ما اتعودنا كل دقيق وحسب امتصاصه للسوائل. يعني ممكن ناخد ال5 كوبايات اللي معانا، ممكن ناخد أقل على حسب نوع الدقيق اللي احنا مستخدمينه. بفضل أقلب بالشكل ده لغاية ما القوام يبقى معايا بالشكل ده. شايفين في مطة كده لكن بيطلع بسهولة من الحلة. هبدأ بعد كده اخد على الرخامة بنرش حبة دقيق وننزل بالعجينة اللي معانا، وننزل بعد كده برضو بالدقيق، وافضل اعجن كده لغاية ما تتكون معايا عجينة ناعمة، وايدي بتلزق فيها بس بتطلع منها بسهولة، وفي نفس الوقت لما اضغط عليها تبقى طرية ومش مشققة. يعني بنفضل نزود دقيق حبة بحبة لغاية ما يوصل ده يبقى قوام العجينة كده تمام. شايفين ايدي بتطلع منها بسهولة بس مش بتلزق، او بتلزق بس بتطلع منها بسهولة. في طبق كده احط كيس تلاجة وننزل بشوية دقيق، ونحط العجينة كده اللي معانا، وبرضه نحط رشة دقيق من فوق، ونغطيها بكيس تاني، وهدخلها التلاجة ترتاح لمدة ساعة. مينفعش اشتغل غير لما العجينة دي ترتاح معايا. ويلا بينا نحضر مع بعض الكريمة. معايا هنا كوبايتين الا ربع من كريم شانتيه الخام، وبعد كده هيكون معايا كوباية من الحليب المتلج. بننزل كده بربع كوباية، وهفضل اضرب بالمضرب. انا ليه هنزل بالحليب حبة بحبة؟ علشان انا مش عايزة الكريم شانتيه كده يبقى خفيف معايا، انا عايزاه يبقى تقيل، لان في مكونات تاني هنضيفها على الكريم شانتيه. هنا بدأت اضرب الكريمة كده مع حبة الحليب، حسيت لا لسه القوام تقيل، فهنزل بجزء تاني كده من الحليب وهبدأ أضرب. هنا بالنسبة لي كده كان القوام مظبوط يعني للكريمة. يعني بصوا أنا عايزاها تبقى تقيلة كده لأن في إضافات تاني هنضيفها، وبعدين هنشوف لو كنا محتاجين حليب تاني ولا لأ. يعني أنا في الأول كده أخدت نص كوباية من الحليب. بعد كده أنا معايا كوباية إلا ربع من السكر البودر، ومعايا كوباية كبيرة من الزبادي اليوناني. وهنا ما ينفعش نستخدم زبادي عادي علشان بيبقى فيه نسبة السوائل كتير، لكن الزبادي اليوناني كده زي ما انتوا شايفينه قوامه كريمي، واساسا الوصفة الاصلية بيستخدموا فيها الساور كريم، فاحنا استبدلناها بالزبادي اليوناني.
بعد كده هبدأ أضرب الكلام ده كله مع بعض، وهنا هشوف أو هلاقي إن القوام معايا تقيل، فهبدأ أضيف حبة حليب علشان نخفف القوام ده. كده بالنسبة لي تمام والقوام مظبوط. بعد كده هغطي الحشوة دي وندخلها التلاجة، ويلا بينا نرجع للعجينة بتاعتنا بعد ما ارتاحت ساعة نشوف هنعمل فيها ايه. على ورق زبدة بننزل برشة من الدقيق، وبعد كده نبدأ نجيب قطعة من العجينة، وابدأ برضو انزل برشة دقيق ونبدأ نفردها، ونحاول على قد ما نقدر نخلي سمكها رفيع، ما يبقاش سمكها تخين ولا رفيع خالص ولا تخين خالص، يعني يبقى سمكها متوسط زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. يعني خلوا بالكم هي كمان لما بتدخل الفرن كمان حجمها بيزيد شوية يعني. بعد كده جبت غطا حلة علشان اظبط الدايرة بتاعتي كويس، وببدأ اشيل الزيادات دي، وطبعا الزيادات دي ما بنرميهاش، هنعمل بيها تاني يعني بسكوت تاني. وبالشوكة نبدأ نعمل فتحات كده علشان خاطر نحتفظ بقوام البسكوتة. بعد كده بنرصها في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 مسبق التسخين، ومن 7 دقايق ل9 دقايق بيكون معانا البسكوت جاهز معانا بالشكل ده. بنخرجه بعد 7 دقايق وبنشوف لو لقيناه طري جدا بندخله تاني لمدة دقيقتين. بعد دقيقتين بنطلعه ولازم يبقى ده كده متماسك وفي نفس الوقت طري. هنا بقى طلعت لي في حدود 8 وحدات، و2 اخدتهم فرمتهم علشان دي البسكوت المفروم ده اللي هنشكل بيه الكيكة اللي معانا. بعد كده بنجيب كده طبق، ولازم نفرش حاجة تحتنا كده علشان هنبهدل الدنيا. بنجيب اول بسكوتة ونبدأ نسقسقها كده باللبن، طبعا مش محلى، لبن بدون سكر. بعد كده ننزل بالكريمة اللي معانا، ولازم يبقى معانا كوباية معيارية او زي ما انا استخدمت كده معلقة الايس كريم علشان نعرف نعير كويس الكريمة، تبقى ما بين كل طبقة وطبقة الكريمة مظبوطة يعني. هنا بعد ما ضفت معلقة من الكريمة، حسيت ان الكريمة او الحشوة قليلة، فحبيت لا انا حابة ان يكون الحشوة تبقى كتيرة معايا، فزودت نص كمان. يعني كده بالظبط انا بين كل طبقة وطبقة هضيف معلقة ونص من الكريمة. بعد كده بننزل بتاني طبقة ونرجع برضو نسقسق باللبن بالشكل ده، وبعد كده احط كريمة. عايزة اقول لكم ان الحشوة دي طعمها خطير. وبنبدأ نوزع كويس الكريمة، وهكذا بقى لغاية ما اخلص كل الطبقات اللي معايا. بعد ما خلصت كل الطبقات هنجيب الكريمة ونبدأ بقى على الجوانب نبدأ نوزع الكريمة كويس. وبعد كده هنزل على الكريمة بالبسكوت المطحون، وبرضو على أطراف الكيكة من فوق برضو هننزل بالبسكوت المطحون علشان يديني شكل حلو. وبعد كده كانت فاضلة حتة بسكوتة شكلتها بقطعها عندي على شكل وردة، وهنزل بيها كده من فوق علشان تديني منظر حلو. شايفين شكلها تحفة. وكده الكيكة معانا جاهزة، ويلا بينا نقطع بقى ونشوف الكيكة بتاعتنا دي عاملة ازاي. ونصيحة مني قبل ما تقطعوا الكيكة خلوها تبات ليلة كاملة في التلاجة، او لو هتعملوها الصبح ابدأوا اقطعوها بالليل. لكن ما تستعجلوش زي كده، لان بصوا لما انا قطعتها على طول تحسوا ان الطبقات مش متماسكة. لكن القطعة دي كانت بعد ما ارتاحت في التلاجة لمدة ليلة. شايفين الطبقات متماسكة والكريمة متماسكة جدا، ولما بننزل عليها بالشوكة متماسكة جدا. ودي بقى كانت وصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم.